Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to محروسة. Happy birthday to you. جماعة، هو مين أول واحد احتفل بعيد ميلاده؟ تعالوا هنا. طيب اللي احنا شفناه ده بقى مش مجرد حفله، ده تاريخ من آلاف السنين. اول فكره للاحتفال باعياد الميلاد كانت عند المصريين القدماء، بس مش للناس العاديين، دي كانت للملوك والآلهة. يوم تتويج الملك كان بيحسبوه ميلاد جديد، كانوا بيعملوا له طقوس خاصه، وكان بيقدموا كعك اسمه خاك تكريما لإله الشمس رع، كرمز لسنه جديده ناجحه حوالين الشمس. بعد كده الاغريق جابوا فكره الكيك، فبيعملوا كعكه صغيره مدوره زي القمر وبيقدموها للإله ارتميس، وبيحطوا فوقيها شموع منوره عشان تلمع زي القمر. يعني باختصار اول كيكه بشمع ما كانتش للاطفال، دي كانت للملوك والآلهة، ودي كانت اول مره ارتبطت فيها الكيكه بالشموع. الرومان قالوا ليه لا، ما نحتفل احنا كمان باعياد ميلادنا، فبقوا يعملوا كيك من العسل والدقيق والمكسرات في المناسبات الكبيره زي العيد الميلاد ال50. بس خلي بالك، ما كانوش بيحتفلوا باعياد ميلاد الستات غير بعد القرن ال12 تقريبا. فضلوا يستخدموا الشموع دي حتى في الثقافات الوثنيه القديمه كمان، لانهم كانوا بيعتقدوا ان النار اللي خارجه من الشموع دي بتخوف الارواح الشريره، والدخان اللي بيطلع منها بيطلع امنياتهم للآلهة. عشان كده كانوا بيولعوا الشموع ويعملوا دوشه في العيد ميلاد. نيجي بقى لاهم محطه، وهي المانيا في القرن ال18، وهناك ابتدوا يعملوا عيد ميلاد للاطفال. الكيكه اللي كانوا بيعملوها كان عليها شموع بعدد سنين الطفل زائد شمعه زياده للسنه اللي جايه، وكانوا بيعملوا طقس غريب شويه، بيسيبوا الشمع مولع طول اليوم لحد ما الطفل بيطفيها بالليل. الاحتفال ده بقى كانوا بيعملوه الناس الاغنياء بس، لكن مع الثوره الصناعيه الكيك بقى ارخص وسهل يتعمل، ووقتها انتشر في كل حته. اول تسجيل رسمي لحد بيطفي شمعه في عيد ميلاده كان في سويسرا سنه 1881، ومن وقتها بقى الاحتفال بعيد الميلاد عاده عالميه. يعني اللي انت بتعمله النهارده وانت بتطفي الشمعه على التورته ده مش تقليعه جديده ولا موضه انستجرام، دي حكايه بدات من الفراعنه، عدت على اليونان والرومان، وخلصت عند الالمان. اكتب لي بقى في الكومنتات اغرب عيد ميلاد عدى عليك، ده لو حد احتفل بيك اصلا يا معلم. وفكروني احكي لكم حكايه اغنيه هابي بيرث داي جت منين.